السلام عليكم. لو انت لاعب فري فاير فانت اكيد شفت عدد سكنات الاسلحه الكبير اللي موجود في اللعبه، ومع تنوعها واختلاف الخصائص بين كل سكن طبيعي جدا انك تبقى محتار وما تبقاش عارف تختار السكن المناسب ليك. عشان كده في الفيديو ده هشرح لك كل حاجه تخص سكنات الاسلحه وهرتبها لك من الاقوى للاضعف. تابع معايا الفيديو الاخير عشان تفهم كل حاجه تخص الاسلحه، تعرف تختار سكن السلاح اللي يناسب طريقتك في اللعب. انا يوليوس ويلا نبدا مع المقطع. موضوع سكنات الأسلحة كبير جدا ومتنوع وكمان مرتبط بالشخصية، فعشان كده قررت إن أنا أقسم الفيديو على 3 أجزاء. أول حاجة هشرح كل خصائص الأسلحة واحدة واحدة وبالتفصيل. تاني حاجة هقولك إيه الخصائص المناسبة لكل نوع من الأسلحة، زي الخصائص المناسبة للشوت جان والرشاشات وأسلحة المدى البعيد أو حتى أسلحة الوان شوت. وأخيرا هقولك لو ما عندكش سكنات أسلحة أو سكنات أسلحتك ضعيفة إزاي تقدر تعوض النقص اللي في سكن السلاح بالشخصيات الموجودة عندك. فتابع معايا الفيديو للأخير عشان تفهم كل حاجة خطوة بخطوة. اولا احنا عندنا 8 خصائص لسكنات الاسلحه في اللعب: معدل اطلاق النار، اختراق الدروع، الضرر، المدى، الدقه، سرعه اعاده التعبئه وسرعه الحركه، واخيرا مخزن الذخيره. نبدا باول خاصيه معانا وهي معدل الاطلاق، ودي تعتبر اهم خاصيه من خصائص الاسلحه لانها ببساطه بتخلي سلاحك يضرب اسرع من المعتاد وتقدر تلاحظ الفرق ده من صوت السلاح او سرعه القتل. تاني حاجه معانا وهي اختراق الدروع والضرب. ناس كتير بتخلط بينهم، فتعال اقول لك الفرق. هناخد مثال مثلا اليو ام بي بدون سكنات، ضربه الجسد ب 25 وضربه الاطراف ب 18 والهيد شوت ب 137. لو زودنا اختراق الدروع وضربنا نفس العدو مش هنلاحظ فرق لو العدو مش لابس درع او خوذه، ولكن لما نجرب زياده الضرر هتلاقي فرق واضح. ضربه الجسد بقت 26، ضربه الاطراف بقت 19 والهيد شوت بقى 143. لكن لما نلبس العدو درع خوذه هنلاحظ ان اختراق الدروع بيتفوق بفرق ملحوظ. وعشان كده في اخر سنتين بقى اختراق الدروع اهم من الضرر، لان دلوقتي نادرا جدا لما تلاقي لاعب من غير درع غير في اول دقيقتين من المباراه اللي هو لسه نازل من الطياره وكده. رابع خاصيه معانا وهي الدقه. ناس كتير فاكره انها بتحسن الايم او بتزود نسبه الهيد شوت، وده صح وغلط في نفس الوقت. صح لانها بتخلي الايم ما يفلتش بسرعه، وغلط لانها مش بتخلي الايم يطلع على الراس مباشره. كل سلاح ليه عدد طلقات معين قبل ما يبدا الايم يفلت. مثلا اليو ام بي بعد 7 طلقات بيبدا الايم يهرب، بس لو عندك سكين سلاح في الدقه اعلى بيستحمل 8 طلقات او 9 طلقات. تمام. خامس خاصيه معانا وهي المدى، ودي بصراحه اهم من الدقه لانها بتفيدك لما يكون العدو بعيد عنك او بعيد عن مدى السلاح الطبيعي، فبتخلي ضربتك انت ثابته اكتر وضررك بيكون اعلى من الخصم. A few moments later. سادس حاجة معانا وهي سرعة الحركة، ودي بتزود أو بتقلل سرعتك وأنت بتجري بالسلاح. ما بتفرقش كتير إلا في الشوت جن لأنه محتاج حركة أسرع في الفايت، لكن تقدر تعوضها بمستنشق خارق. سابع حاجة معانا وهي سرعة إعادة التعبئة، ودي بتخلي السلاح يعيد تعبئة المخزن بسرعة، والفرق بيكون جزء من الثانية لا أكثر، ولكن تقدر تعوض الميزة دي عن طريق إن أنت تركب خزنة كبيرة أو تركب خزنة فيها تعبئة مخزن أسرع موجودة في اللعبة حاليا. واخر حاجه وهي مخزن الذخيره، ودي بتزود عدد الطلقات الموجوده في المخزن. يعني على سبيل المثال لو السلاح بيشيل 40 طلقه ممكن تخليه يشيل 42 طلقه، ودي برضه مش من الخصائص المهمه في السلاح. يعني تقدر اخر خاصيتين اللي هي سرعه اعاده التعبئه ومخزن الذخيره تقدر تخليهم بالسالب، مش هيأثروا فيك على حساب مميزات اخرى. وده كان شرح سريع وواضح لخصائص الاسلحه. يلا ننتقل للجزء الجاي وهو ايه انسب الخصائص لكل سلاح زي ما قلت لكم في بدايه المقطع. تاني حاجة هشرحها النهاردة وهي ازاي تختار الخصائص المناسبة لكل نوع من الأسلحة. خلينا نبدأ خطوة بخطوة. أولا أسلحة الشوت جان. لو أسلوب لعبك عادي ما بين الضرب في الجسم والهيد شوت يبقى ركز أول حاجة على معدل الإطلاق وبعدها الضرب أو اختراق الدروع لو موجود. أما لو أسلوب لعبك وان شوت أكتر يبقى اختار المدى والضرب لأنهم هيساعدوك تقتل من طلقة واحدة وبثبات أعلى. ثانيا الرشاشات الخفيفة زي اليو ام بي والام بي 5. لو بتلعب قتال قريب ركز على سرعة الإطلاق ثم الضرر أو اختراق الدروع، لكن لو بتحب اللعب من المسافة المتوسطة أو بتحب الهيد شوت أكتر يبقى المدى والضرر هيكونوا أفضل لي. تالت حاجة الرشاشات البعيدة زي الاي كي والسكار. هنا الأفضل إن يكون معدل إطلاق أولا وبعده اختراق الدروع. لو مش متوفر اختراق الدروع اختار المدى أو الضرر حسب أسلوب لعبك أنت. رابع حاجة وهي أسلحة الطلقة الواحدة زي النقار والاي سي 80 أو الدراجون أو. الأفضل ليها المدى أولا ثم الضرب. طيب ليه ما اخترناش سرعة الإطلاق؟ اولا لانها اسلحه بتموت من طلقه واحده بس، فكل اللي يهمك ان الضرر يكون عالي والهيد شوت ينزل اللاعب من طلقه واحده بس. اما السرعه واختراق الدروع ده مش هيفيدك كتير فيها. اما الجزء الاخير من المقطع، لو ما عندكش سكنات اسلحه او سكنات اسلحتك ضعيفه ما تقلقش، في حلول تقدر تعوض بيها النقص ده باستخدام الشخصيات. لو ما عندكش سرعه اطلاق استخدم شخصيه لونا لانها بتزود لك معدل اطلاق النار بنسبه 8%.
اما لو ما عندكش مميزات الضرر او اختراق الدروع، عندك 3 حلول. اول حاجه شخصيه وولفر، ودي لما تقتل 3 اعداء هيزيد لك ضرر الهيد شوت عندك بنسبه 30%. تاني حاجه استخدم شخصيه هياتو، ودي كل ما دمك يقلك كل ما هيزيد اختراق الدروع اللي بتسبب الخصم، وبالتالي هيزيد الضرر اللي انت بتضرره للخصم. تالت حاجه وهي شخصيه كايروس، ودي لما تملى شريط الدم الاصفر او شريط الفطر كل ما تضرب طلقه هيزيد اختراق الدروع بشكل ملحوظ جدا. طيب عندك مشكله في الحركه، استخدم شخصيه كيلي، ودي هتزود لك سرعتك في الجري والحركه. عندك مشكله في الدقه، استخدم شخصيه دي بي، ودي هتزيد لك الدقه بنسبه 50%. عندك بطء في إعادة التعبئة، استخدم شخصية نيكيتا، ودي هتزود لك سرعة إعادة التعبئة بنسبة 30%. وفي النهاية يا صديقي، لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، واكتب لي في التعليقات إيه هو نوع سلاحك المفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.